معايا في فيديو جديد. هم عايزين يوصلونا لإيه؟ انت عايشة عادي، بتتعاملي مع الناس عادي، بتتعاملي مع الناس اللي حواليكي عادي. فجأة كده بتبصي تلاقي ناس حواليكي بيضايقوكي، بيخنقوكي، سواء بالأفعال سواء بالكلام بأي حاجة. ممكن تكوني بتراعي ربنا فيهم، بتتعاملي معاهم كويس جدا، بتعاملي ربنا فيهم كويس جدا، ما بتعمليش حاجة غلط، عايشة في حالك، عايشة في حياتك. يعني بصي، أي حد قريب غريب، أي حد يطلع لك كده من تحت الأرض ينكد عليكي، يرمي لك كلمة، فعل، أي حاجة أي حاجة. يعني احنا عايزين نعرف الناس اللي حوالينا دول، اللي هما الحبة الوحشين اللي هما في حياتنا. ما انا عايزة افهمكم حاجة، مش فيش في حياة الناس ناس حلوة بس، لا، اكيد في حياتك ناس حلوة والباقي ناس وحشين. اكيد في حياتك ناس بيحبوكي قوي والباقي بيكرهوكي، معروفة دي. في حياتك ناس بتهديكي وبتحاول تخليكي احسن، وفي حياتك ناس عايزة تدمرك، ناس مش عايزة تشوفك صحتك كويسة، ناس مش عايزة تشوفك مصحصحة، ناس دايما عايزة تشوفك حزينة، معيطة، كارهة حياتك، كارهة عيشتك، كارهة كل حاجة في الدنيا. ممكن تلاقي ناس حواليكي عايزة توصلك لان انتي تتخلصي من حياتك اصلا. ممكن ناس عايزة بتوصلك في حياتك لان انتي تمرضي، سواء اي مرض بقى يجيلك، اي تعب، اي مرض. هو امراض كتيرة جدا جدا بتيجي من الزعل، ومنهم السكر، قولون العصبي. ممكن يجيلك اكتئاب. طب ولو دخلتي في اكتئاب ايه اللي هيحصل؟ اخرة الاكتئاب ايه؟ كلنا عارفين اخرة الاكتئاب ايه. في ناس ممكن تطلعك من الاكتئاب ده وتخفي وتبقي زي الفل، وربنا يوعدك بناس تانية ترجعك للاكتئاب تاني. طيب الناس دي بتبقى عايزة توصلنا لإيه؟ عايزة توصلنا لإيه بالظبط؟ عايزة توصلنا للأمراض؟ لأن احنا نتخلص من حياتنا؟ عايزة توصلنا لإيه؟ ما تقنعنيش ان انتي في حياتك كل الناس اللي في حياتك بيحبوكي، لا، اكيد في 2 3 4 10 بالكتير مش بيحبوكي، مش بيحبولك الخير، مش بيحبوا يشوفوكي بتضحكي. اكيد في حياتك ناس بتظلمك بطريقة، يعني كل يوم يظلموكي، اكيد كل يوم ربنا بيوعدك بحد بيظلمك بدون سبب. تبقي قاعدة كده عادي وتبصي تلاقي التهم بتتحدف عليكي والظلم والاتهامات جالك من كل ناحية وانتي قاعدة مبتعمليش حاجة. ناس كتير في الدنيا كده، 10 يحبوكي، 1000 هيكرهوكي، 2 هيحبولك الخير، و100 مش هيحبوكي، مش هيحبوا يشوفوكي في خير خالص. 1 عايزك تعيشي كويسة، والمليون عايزين يدمروكي. هو كده. مش عارفة في الآخر الناس اللي حوالينا دول عايزين يوصلونا لإيه. شاركوني آرائكم تحت في الكومنتات، ونشوف الناس دي عايزة توصلنا لإيه. الله المستعان. السلام عليكم.